الناس تفتكر ايطاليا دي حاجه حلوه، بس احنا جينا ما لقيناهاش كده خالص. مش اللي احنا كنا بنشوفها في الفيديوهات والكلام ده. امال لقيتها ايه؟ دي ده حاجه تانية خالص، مش بلدنا ولا هي دولتنا، مش لغتنا، مش عارفين نشتغل فيها. اي حد تروح له يقول لك معك اوراق، ومرات يشغلك ومرات لا، ياخد الكاستيد اللي بتاعتك يروح يسحبها وياخدها لنفسه. انا انصح اي حد يجي بالاوراق. اول حاجه يا ريت بياخد حقوق والله. اي واحد بالاوراق. انا كنت زيه، كنت بستنى الليل يجي عشان اطلع امشي البحر. قعدنا فوق 3 شهور واحنا في المخزن، من المخزن دي للمخزن دي، كل مره نطلع. جربنا اكتر من 4 مرات، كل ما نطلع ما يحصلش نصيب، ومره نتمسك والحكومه تمسك ونطلع بالفلوس وكلام من ده. ما انصحش اي واحد يجي غير شرعي. البحر مش سهل. وانت ايه رايك؟ احنا اتبادلنا احنا الاثنين مع بعض في التخزين، شفنا الذل بعينينا، والناس تفتكر ايطاليا دي ان هو هيجي يعبي فلوس في جيبه ويمشي. بيجوا يبصوا للمنظر ده بس، هو ده المنظر اللي عجب الناس. دي اسمها كنيسه مش جامع، ولو جامع والله ما هنيجي نجيب عليه كده. انت ما جيتش عشان تعمل فلوس وتبعت الشنطه لاهلك؟ كفايه الفلوس. انا بقالي 8 شهور ده قاعد ولا ورق ولا ديني، وقالوا لك اللي هيجي تبع الحكومه هيبقى ورق ودينيته تمام. ادينا قاعدين تبع الحكومه، احنا قاعدين تبع الحكومه فال ورق. عملنا في جفوته مستنيين الدنيا ولا عاملين لنا اي حاجه. بقالنا 8 شهور مش عارفين اي حاجه وماشيين زي ما احنا ماشيين والله غالب. لميتوا حاجه من الفلوس اللي انتوا جايين بيها؟ قسما بالله وحياة ربنا ابويا كان بيكلمني بيقول لي ابعت لك فلوس هنا تاني. شغالين في الاسود، احنا نغير ونشتغل في الاسود. الشغل اشتغلوا ايه في الاسود في يعني؟ المعمار، نشتغل تكسير، مراتورة يعني. مراتورة. ايوه ملطور.